انا مش قلت لك وما سمعتش كلامي؟ احسن، اديك هتقعد سنه عقبال ما تحوش وتجيب العجله اللي كان نفسك فيها. طب خلاص ما تزعلش، انا هجيب لك العجله، بس بعد كده تبقى تسمع كلامي من الاول. عارفين الطرق دي ممكن تخليه يشك في نفسه واختياراته وامكانياته، وشخصيته تطلع ضعيفه ومهزوزه وخايف يختار اي حاجه احسن تطلع غلط، او هيبدا يعمل اي سلوك سيء عشان يضايقك زي ما بتضايقيه، ولما يحصل لك اي موقف هيشمت فيكي زي ما كنتي بتشمتي فيه، او هيعمل دايما اللي نفسه فيه. طالما كده كده في النهايه بترجعي في كلامك وانت بتتدخلي وبتحلي الموضوع. امال الحل ايه؟ معلش انا حاسه بيك، انا برضو قبل كده اخترت حاجه كانت عاجباني جدا وبعدين ندمت وزعلت، بس اتعلمت بعدها اني افكر كويس قبل ما اختار، وانا واثقه فيك ان انت المره الجايه هتعرف تختار بطريقه احسن. ايه رايك تيجي نلعب مع بعض باللعبه الجديده؟ لان ببساطه الهدف هنا مش انه اختار صح ولا غلط، لكن الهدف انه يتعلم يفكر وياخد قرار ويكون مسؤول عن نتائجه، ودي مهاره مش موجوده بسهوله حتى في ناس كبيره. صح ولا ايه؟